بيبدأ فيلمنا مع ولد صغير اسمه تاد وهو بيحفر في الجنينة قدام بيتهم كأنه بيدور على كنز، وبيجي أصحابه وبيتريقوا عليه وبيلاقي وهو بيحفر قطعة ذهبية صغيرة فبياخدها وبيجري على البيت وهو فرحان قوي وبيوري جدته اللي لقاه وبتقول له إن ده بتاع والده وكان بيدور عليه من زمان جدا. وتاد بيفرح جدا لأنه مش فاشل زي ما أصحابه قالوا عليه، وجدته بتقول له إنه هيكون أكبر مستكشف آثار لما يكبر وبتقفل عليه النور وبتطلب منه ينام وبتمشي. وبنشوف تاد لما كبر وبيهرب من حمم بركانية جوه معبد، بس بنكتشف إنه كان بيتخيل من داخل موقع البناء اللي شغال فيه، وكل اللي كان بيعمله ده بسبب انه لقى ازازه. وبيجي له المدير بتاعه بيزعق له لانه مش مركز في الشغل وبيقول له انه عامل بناء مش عالم اثار، وبيقول له كمان ما يجيبش الكلب بتاعه الشغل معاه تاني. وتاد بيعترض على كلامه فالمدير بيرفضه، ومع ذلك تاد مش بيزعل وبيركب عربيته وبيمشي. وبيروح تاد بالازازه اللي لقاها للمتحف وبيسال عن العالم هامبر، فالسكرتيره بتقول له ان هو في مكتبه. وتاد بيعجب جدا بالمجله الجديده، المجله بتاعت اكبر عالم اثار في العالم، العالم ماكس. والسكرتيره بتديله جواب عشان يديه للعالم هامبر، وبيسال تاد العالم هامبر عن الازازه اللي في ايده لو هي مهمه، والعالم بيقول له ان الازازه دي من سنه 1999. ولما بيلاحظ ان تاد هيحبط بيقول له ان اي شيء عادي دلوقتي بعد 1000 سنه هتكون اثريه. وتاد بيحط الازازه في دولاب الحاجات اللي لقاها كل الفتره اللي فاتت، وبيدي لهامبر الجواب اللي السكرتيره بعتها معاه. وهامبر بيفرح جدا وبيقول له انه اخيرا لقى اللي بيدور عليه من 30 سنه، وبيوري لتاد نص قطعه اثريه قديمه، وبيقول له ان في عالم اسمه ابروف عاوز يقابله في مدينه بيرو، وبيقول له ان العالم ده معاه قطعه تانية والقطعه كلها هي مفتاح الخريطه اللي هتوصلهم لمدينه بتيد الاثريه. وبيتخض جدا هامبر لما بيعرف ان طياره بيرو هتطلع من المطار كمان ساعتين، وتاد بيقترح عليه انه هيوصله بالعربيه بتاعته. وفي الطريق بيحكي لتاد عن قصه شعب الانك اللي من 500 سنه كان في لصوص عاوزين يسرقوا الذهب بتاعهم، فبتجيلهم فكره عبقريه انهم يخبوا كل الذهب في مكان سري اسمه بتيد، والطبيعه عطتهم هديه عظيمه وهو تمثال ذهبي هيمنحهم الخلود في الارض، وعشان كده هم لحد دلوقتي عايشين بفضل التمثال ده. وبينزل هامبر وهو مستعجل جدا وبينسى الشنطه مع تاد، بس تاد بيجري وراه عشان يديها له، وهامبر وهو ماشي بيتزحلق وبيقع على الشنط، وبيطلب من تاد انه يديله الادويه اللي بياخدها. وتاد بيطلع الدواء من الشنطه وبيمسك القطعه الاثريه، وفي شخص بيصوره بيكون بيراقبه من بعيد. وتاد بيدي للعالم الدواء بالغلط وبيكون منوم، والممرضه لما بتوصل بتحوله للمستشفى بسرعه. وتاد ساعتها بياخد التذكره وبيقرر انه يروح مكانه، وبيوصل تاد بيرو وبيقابل فريد اللي واقف عشان يستقبله وبيعرض عليه حاجات عشان يشتريها منه. وتاد بيشتري منه مسدس لعبه عشان يخليه يسكت، ونفس الشخص بيشوفه وبيخطفه عشان ياخد منه القطعه الاثريه. وبتوصل بنت العالم لابروف وبتسال عن هامبر، وفريد بيقول لها انه اتخطف، وفجاه الكلب بيظهر معاه القطعه الاثريه اللي كانت في الشنطه بتاعت تاد. وساره بتاخد القطعه الاثريه هي وفريد وبيركبوا العربيه عشان ينقذوا تاد، وبيظهر شخص بيهدد تاد وبيساله عن القطعه الاثريه، وتاد بيوري له الباسبور بتاعه وبيوري له ان هو عامل بناء مش عالم اثار. وتاد بيستغله وهو بيقرا في الباسبور وبيضربه بالمسدس وبيفتح بيه باب العربيه وبيهرب وبيركب مع ساره وفريد. واحد من افراد العصابه بيضرب جهاز تتبع على العربيه، وفي الطريق تاد بيقول لهم ان هو مش العالم هامبر بس هو شغال معاه وهو كمان عالم اثار زيه. والكلب بتاع تاد بياكل جهاز التتبع من غير ما حد ياخد باله. وبيوصلوا المكتب لبروف ابو ساره، وبيجي الطائر بتاع ساره وبيديها طرد من ابوها في القطعه الاثريه اللي ناقصه. ولما بيجمعوا قطعتين ببعض محدش بيفهم ايه اللي مكتوب عليها، والطائر بيشرح لهم وبيقول لهم ان في واحد ايده صناعيه بيطارد العالم لبروف. وتاد بيقول لها ان ده نفس الشخص اللي خطفه، فبيقرروا انهم يروحوا يدوروا عليه عشان ينقذوا ابوها. وفريد بيسافر معاهم لانه وعد لبروف انه هياخد باله من ساره. ولما بيركب القطر بيدخل عليهم الشخص اللي ايده معدنيه وبياخد القطعه منهم، وقبل ما يمشي الطائر بياخدها منه وبيخرج بيها بره القطر، بس بيتخبطوا وبتقع منه على سطح القطر. فبتطلع ساره وتاد عشان يجيبوها، وتاد بيقدر يوصل لها قبل ما الشخص يجي ويهجم عليهم، بس بيهرب بسرعه قبل ما القطر يدخل النفق. وتاد بينقذ ساره قبل ما يوصلوا هم كمان للنفق. وتاد بيسال ساره عن الناس اللي بيطاردوهم دول، فبتقول له ساره ان دول قراصنه بيقتلوا الناس وبيسرقوا الاثر وبيبيعوها للي يقدر يشتريها بفلوس كتير جدا. وبيوصلوا للمدينه وساره بتقول له ان اكيد باباها في صحراء نسكار لان ده المكان اللي فيه الخريطه اللي هتدلهم عن مكان بتيد الاثريه. ولما بيوصلوا بيلاقوا ان العصابه لسه بيطاردوهم وبيهربوا وبيركبوا منطاد وبيطيروا عشان يوصلوا لصحراء نسكار. وتاد بيتكلم مع ساره وبيقول لها انه متشوق جدا انه يشوف والدها، وبيحكي لها عن نفسه وبيقول لها ان عيلته وهو صغير ماتوا في حادثه وجدته هي اللي ربته، وبيوريها القطعه اللي لقاها بتاعت والده وبيقول لها ان القطعه دي بتجيب له دايما الحظ. وتاد بيشوف ان الكلب تعبان ومش عارف ماله، والكلب فجاه بيرجع جهاز التتبع اللي كان بلعه، والعصابه بتوصل بالطيارات وبيقدروا ياخدوهم لصحراء نسكار، وبيوصلوا للمعبد اللي فيه الخريطه اللي هتدلهم عن مدينه بتيد. وساره بتقابل باباها العالم لبروف وبتقول له انها هنا عشان تنقذه، وفجاه بيظهر ماكس اشهر عالم اثار في العالم اللي العصابه خطفه هو كمان. وتاد بيفرح جدا لانه هو
مثله الأعلى، بس بيحزن وبيتحطم لما بيعرف إنه خطيب سارة. وزعيم العصابة بيطلب من سارة تديله القطعة، وبياخدها وبيحطها على الحيطة اللي بتتفتح عشان تدلهم عن مكان المدينة الأثرية. وبيقرأ لبروف الرموز المكتوبة وبيعرفهم إن مكان المدينة في الصحراء. وبياخدوا لبروف وماكس وبيسيبوا تاد وسارة رهاين عشان لو ما ساعدهمش لبروف وما قالش على المكان هيخلص عليهم. ولما بيمشوا تاد بيحس بهوا ورا الحيطة وبيزقها، وبيلاقي إن ورا الحيطة في خريطة حقيقية. وسارة بتفهم إن والدها عمل كده عشان يخدع العصابة. ولما بتقرأ اللي مكتوب بتعرف إن المدينة في الغابة مش في الصحراء. وبمجرد ما فريد بياخد قطع أثرية من المعبد كله بيبدأ إنه يتدمر. وتاد بيحاول يدور على أي مخرج بسرعة، وبيقدروا إنهم يخرجوا قبل ما المعبد ينهي حياتهم. وبيركبوا حفار وبيوصلوا بيه للغابة. وسارة هناك بالليل بتتكلم مع تاد وبتقول له إنه مختلف عن أي شخص هي قابلته ومش زي أي عالم آثار. ولما تاد بيحاول إنه يقول لها الحقيقة، سارة بتنام على كتفه وبتسكت، وبيفضل صاحي مطبق لتاني يوم. وبيسأل فرد العصابة ماكس اللي بيكون هو رئيس العصابة إن المكان ده حقيقي ولا لابروف بيكذب عليهم. فماكس بيقول له إن لابروف مش هيكذب عليه لأنه هيكون جوز بنته قريب ومطمن له أكتر من أي حد. وفرد العصابة بيقول له إن تاد أصلا عامل بناء مش عالم آثار. وفي نفس الوقت ده بيكون تاد والمجموعة بيتمشوا في الغابة وبيقرروا إنهم يتقسموا المجموعات عشان يوصلوا للمدينة في أسرع وقت. وفجأة بيطلع حيوان مفترس بيهاجم تاد، وتاد بيهرب منه وبيستخبى تحت الشجر. وسارة وفريد بيطلعوا فوق الشجرة وبيحدفوا الحيوان بجوز الهند وبيخاف وبيهرب. وتاد وهو تحت الشجرة بيلاقي حجر مكتوب عليه بلغة قديمة جدا، وبيدور في المكان وبيلاقي إنهم واقفين على مدخل مدينة بتيد الأثرية. والمدخل بيتفتح وسارة بتقع جواه، بس تاد بينقذها في آخر لحظة. وبتطلع خفافيش كتير جدا وبيطاردوا الطائر بتاع سارة. وزعيم العصابة بيبص كده في النضارة بتاعته بيلاقي فيه خفافيش كتير جدا، وبيفهم إن لابروف كان بيخدعهم كل الوقت ده. وبيروحوا بالحفارات والعربيات بتاعتهم وبيحاصروا تاد وسارة. وسارة بتكون مبسوطة جدا لأنها وصلت لمكان مدينة بتيد الأثرية. وقبل ما ينزلوا للمدينة تحت، ماكس بيؤمر العصابة إنهم يقتلوا تاد وفريد. ولما بينزلوا لتحت بيلاقوا بوابتين وبيدخلوا واحدة منهم. وفريد وتاد بيهربوا بسرعة عشان الحراس ما يقتلوهمش. وتاد بيركب الحفار وبيهاجمهم وبيقدر يقضي على 2 منهم، بس الحفار بيتقلب بيه والحارس خلاص كان هيقتله، بس الطائر بيوصل ومعاه الخفافيش وبينقذوا تاد على آخر لحظة. وتاد بيقول لهم إنه لازم دلوقتي ينزل ينقذ سارة ولبروف. وفريد بيقول له إنه هيستنى هنا مع الحيوانات بره. وتاد بينزل المدينة تحت وبيدخل من البوابة التانية وبيشوف قدامه تمثال كبير قوي. وفجأة بيظهر موميا من وراه، ولما تاد بيشوفه بيصرخ والموميا هو كمان بيصرخ. وبيجري تاد بسرعة لحد لما بيوصل لسارة وبيقول لسارة إن ماكس متعاون مع العصابة ده لأنه أمرهم بقتله هو وفريد. وماكس بيضحك عليه وبيقول لسارة إنه بيكذب عليها زي ما كذب عليها كده وقال لها إنه عالم آثار مش عامل بناء. وسارة بتحزن لأن تاد كذب عليها، بس بتضرب ماكس بالقلم لما بتكتشف إن هو زعيم العصابة. وماكس بيهدد بقتلهم لو ما وصلش للكنز. والموميا في الوقت ده بيحرك كرة نارية عملاقة عليهم عشان يقتلهم. وتاد قبل ما يهرب بيقع، فبتيجي سارة وبتنقذه وبيدخلوا غرفة مليانة حبال ملونة عشان الباب يفتح لازم يشدوا الحبل الصح. وماكس بيشد الحبل الذهبي والباب بيتقفل وبيحبسهم، والأرض بتبدأ إنها تنهار من تحتيهم. وتاد بيشد مجموعة تانية من الحبال وبتخلي الأرض تنهار أسرع. وسارة خلاص هتقع. لابروف بيطلب من تاد إنه يشد الحبل اللي لونه أحمر، وتاد بيجري عليه بسرعة بس بيكون وراه فرد العصابة. وتاد بيستخدم المسدس وبيفك إيده وبيقع في الحفرة العميقة. وتاد بيشد الحبل الأحمر والباب بيتفتح والأرض بترجع مكانها تاني. وماكس بيجري بسرعة عشان يدخل المكان وبيلاقي التمثال الأثري وبيحاول إنه يشيله بس مش بيقدر لأنه متحصن بطريقة قوية جدا. وبيظهر فجأة وحش حجري كبير بيتحكم فيه الموميا بالسحر. وقبل ما يهجم على ماكس بيمثل إنه ندمان على كل اللي هو عمله وبيقول له إنه هيخرج من هنا ومش هيجي هنا تاني. وبيقرب من الموميا وبيضربه وبيرميه وبيتحكم ماكس في الوحش الحجري. وقبل ما الموميا يقع، تاد بيوصل له وبينقذه وبيبدأ ماكس يهاجمهم وبيحاولوا إن هم يهربوا منه. وبالغلط بيكسر الكريستال اللي حوالين التمثال وبيمسك تاد عشان يقتله. وقبل ما يقتله، سارة ولبروف بيوصلوا وبنشوف الموميا اللي بيحدف السلسلة بتاعته لتاد اللي بيحدفها على ماكس وبيوقعه من على الوحش الحجري. بس ماكس بيقع وبيمسك التمثال وبيظهر نور قوي وبيحول الموميا هيعيش للأبد. والموميا بيطلب من أتباعه إنهم يحبسوه للأبد. والموميا بياخد المجموعة وبيعرفهم على المدينة والآثار بتاعتهم وبيقول لهم إنهم لازم يتحولوا المومياوات علشان ما يعرفوش حد مكانهم. وتاد بيطلب منه إنه يسيبهم يرجعوا وبيديله القطعة بتاعت والده وبيقول له إن ده أعظم كنز في حياته. وبيقول له إنه مش هيقول لأي مخلوق عن مكانهم. والموميا بيحضن تاد وبيقول له إنه أعظم إنسان شافه في حياته. وبيخرجوا، فريد بيسألهم عن الكنز ولبروف بيقول له إنه ما لاقوش حاجة وده مجرد كلام أسطورة وخلاص. وفريد بيزعل لأنهم مش هيتشهروا ولا هيكونوا أغنياء. وتاد بيقول له إنه في حاجات كتير أفضل من المال والشهرة، إنك تكون مع أشخاص بيحبوك بجد من قلوبهم. أنا أحمد ويلة، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض.